الخطر هيك قالت. وكيف علينا أن نستقبل في بلدنا وفودا إسرائيلية للتفاوض فيما يخطط من أرسل هذه الوفود لقصف هذا البلد؟ والسعودية هيك قالت. الذي يتطلب تحركا عربيا واسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية. رئيسنا أحمد الشرع قال: ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت. كان في طبق السير بس بعبي الراس. رئيس الأردن هيك قال. ولا بد أن تخرج قمتنا اليوم بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر. شو صار؟ ولا شيء. احتلوا الصين الأوسط. أنا ودين. نعم حاسودين. كل مرة كان حكي بس يعرف يكون فعل. انتو شو رأيكم؟